السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. وحشتوني والله بجد، وسامحوني على التأخير. والله أنا فاقدة الشغف خالص في التصوير يعني. وبالذات آخر فيديو كان بالنسبة لي يعني وحش جدا، لأن المشاهدات ما كانتش كويسة. فعشان كده والله يعني أنا بس والله يعني أما بتوحشوني كده وأحس إن انتوا وحشني قوي، وبحس ان انا عامله حاجه ممكن حد يستفيد منها. فعشان كده بنزل الفيديو. لكن الحمد لله والله احنا شغالين وفي شغل، وكان في كمان الايام اللي فاتت دي كان في ضغط شغل. فسامحوني على التاخير. واي حد بيحتاج مني حاجه الحمد لله بقول له على اللي هو عايزه، وما يعني اي معلومه الواحد بيحب يفيد بيها يعني. المهم قبل ما نبتدي كده الشغل ونعرف احنا عملنا ايه النهارده، انزلي يا حبيبه قلبي صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي لي لايك واكتبي لي كده كومنت حلو من عندك يا حبيبه قلبي. النهارده هعمل عرض. بصراحه العرض ده كان وش خير عليا قوي. يعني من بداياتي خالص، من اول ما اشتغلت عملت العرض ده، وبسم الله ما شاء الله. الجروب كبر كتير، يعني عدد كويس في العرض ده. عشان كده بقولك ان العرض ده كان وشه حلو عليا. وكل فترة كده بكرره، يعني انا كل شوية كده بكرر العرض ده. اول ما بدأت خالص واول ما عملته خالص كنت عاملة التورتة ب100 جنيه. دلوقتي انا بعمل التورتة ب150 جنيه. العرض ده بتبقى تورتة مربعة، يعني حوالي مثلا 20 في 20 او 19 في 20، يعني ايه. انا عندي صاج كبير اللي هو كان موجود ده من شوية. الصاج ده 40 في 60، او حوالي يعني ممكن ينقص مثلا سنتي من هنا سنتي من هنا، حوالي 40 في 60. بطلع منه زي ما انتوا شايفين كده، بطلع منه 3 طرط. وطبعا بيبقى فيه يعني ايه زيادات كده ممكن نعمل بيها كبات او طواجن اي حاجة. فانا عملت زي ما انتوا شايفين كده، عملت الصاج ده بعمله ب8 بيضات، و4.5 دقيق، و2 وربع سكر، و2 وربع مية، و3 معالق كبار محسن جل. واضربهم في الخلاط في العجان، معلش، لحد ما يدينا كده قوام زي قوام كريم شانتيه. وبعد كده بحطه في الصاج. في اليوم ده انا كنت عامله صاج فانيليا وصاج شوكولاته، لاني بسم الله ما شاء الله يعني كان في كميه كتيره مطلوبه. وكمان كان تاني يوم برضو كان في شغل يعني الحمد لله. زي ما احنا شايفين كده انا بظبط المنشار على رقم 8. والزيادات دي ممكن في الاخر تطلع لك برضو تورته، يعني يعني ممكن في الاخر يبقى في كده زيادات تطلع لك تورته. انا بظبط المنشار على رقم 8 زي ما انتم شايفين. انا بحاول يعني هنا التورته كانت ناقصه حاجه كده بسيطه على 20. انا كنت عايزاها تبقى 20 في 20، فبكملها كده زي ما انتم شايفين. عشان خاطر التورته بتاعتي تبقى 20 في 20 زي ما قلت لكم. التورته دي بطلعها ب150. وبسم الله ما شاء الله اول ما بنزل العرض ده على الجروب، يعني بيجي شغل كتير الحمد لله يا رب على الرزق. كل شويه كده لازم تشغلي الجروب بتاعك بعروض جديده عشان تلفتي نظر زباينك يعني. وانتوا عارفين دايما ان الناس بتحب اول ما بتشوف كلمة عروض بتجري على طول على العروض. هي بتاخد لها التورته دي بتاخد لها يعني اقل من نص كوبايه كريمه، ما بتاخدش يعني النص. لو انت عملت نص كوبايه هيفيض منه. انت بتعملي مثلا يعني قبلها كده بتعملي واحده ولا حاجه وتصوريها وتنزليها على الجروب، او تاخدي الصوره بتاعتي يا حبيبه قلبي عادي خالص مفيش مشكله. خدي الصوره ونزليها على الجروب وقولي العرض ده متاح مثلا في الويك اند. يعني انا بعمل كده دايما، بنزل العروض في اخر الاسبوع. قولي العرض ده متاح في الويك اند والسعر كذا، وان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا جميعا يا رب. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. داخل رمضان علينا. طبعا اليومين دول في دخلة رمضان الشغل بيبقى نايم شوية. الله يعين الناس يا رب. الناس كلها ملخومة في حاجة رمضان ده على الكل، مش عندك انت بس. عشان لو في حد يعني حاسس ان هو مفيش شغل، لأ، هو اليومين دول عشان خاطر دخلة رمضان فالشغل بيبقى قليل شوية. فعشان كده احنا بننزل عروض علشان خاطر الدنيا تمشي.
يعني ربنا يعيننا كلنا يا رب علينا، في ناس داخلة جمعيات وفي ناس بتدفع اقساط، فربنا يعيننا كلنا يا رب. فزي ما بقولك كده، اول ما تلاقي الدنيا نايمة انزلي عروض. وطبعا داخل رمضان ان شاء الله ونعمل شرقي، عشان خاطر هو اللي بيشتغل يعني في رمضان. ان شاء الله باذن الله برضو هنعمل مع بعض، وبرضو نعمل عروض برضو في رمضان ان شاء الله. يعني يعني بنعمل عروض اللي هي الكنافه بالمانجا والكنافه بالنوتيلا، ونعمل جنبها برضو كبات ان شاء الله باذن الله. يعني بنعمل برضو في رمضان عروض حلوه. دعموني بس كده يا حبايب قلبي باللايك، واكتبوا لي كده كومنتات عشان خاطر بس تشجعوني، لاني بجد انا فاقده الشغف خالص في التصوير وفي شغل اليوتيوب بصراحة. فادعوا لي. انا كنت متخيلة غير كده خالص. انا كنت متخيلة ان اول ما القناة تتفعل و... واول ما هشتغل كده الدنيا هتمشي، لكن للأسف الموضوع طلع صعب. يعني الموضوع صعب غير ما كنت انا متخيلة خالص. زي ما احنا شايفين كده التورته بتبقى طبقتين بس، بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده التورته بتبقى عالية. عملت بقى اللي هي طرط العروض بتاعتي وحطيتها في التلاجة، وهبتدي هنا اعمل الاوردرات اللي مطلوبة مني جنب العروض. الصينية دي اصغر صينية مستطيلة، بحط فيها 350 جرام دقيق سبونج، واربع بيضات، وتلت كوباية مية، واضربهم في العجان برضو لحد ما يدينا كده قوام زي قوام الكريم شانتيه. واقسم الكمية بالنص، ونص احط عليها معلقة كاكاو، واقوم حطاهم في الصينيه زي ما انتم شايفين. بتحطي ورق في جوانب الصينيه عشان خاطر الاسبونج بتاعك لما يعلى يعني ما يعملش منك في الفرن. بقطع كده، بشيل الحتت اللي هي الوش اللي فوق ده عشان خاطر بيبقى زفر طبعا زي ما كلنا عارفين. وجبت هنا بجيب قاعدة 25 في 25. كنت الأول بصراحة بحطها على قاعدة 30 في 30، فكنت بحس إن القاعدة كبيرة. وطبعا القاعدة ال30 بتحتاج علبة كمان 35 علبة اللي هي بتحط فيها التورتة، فحسيت إن هي التكلفة بتبقى أكتر. فلما سألت على قاعدة 25 في 25 ولقيت، رحت جايباها. بشيل حاجة بسيطة خالص من الناحيتين من جوانب الصينية بتاعتي، وفي الآخر بتبقى عالية بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا هتشوفوا، وبيمشي الحال يعني. وبحطها يا إما في علبة 25 في 25، يا إما بحطها في علبة 30 في 30. التورته دي بتاخد لها حوالي كوبايه الا ربع كريمه، وممكن اكتر حاجه بسيطه حسب طبعا الروزيتات، وحسب برضو نوع الكريمه. في كريمه بتزيد معاكي وفي كريمه ما بتزيدش. دايما اما تيجي تشتري كريمه، يعني انا لما بشتري انا بستعمل زي ما قلت قبل كده كتير، بستعمل كريمه الفا المتحده. بس انا بجيب بالشكاره عشان ابقى ضامنه وعارفه ان هي يعني الكريمه اللي انا بجيبها. غير لما بتروحي تشتري بالنص او بالربع، ما بتبقاش عارفه الراجل بيديك الكريمه نوعها ايه. فانا بجيب دايما بالشكاره، وبصراحه الفا حلوه قوي وطعمها كمان حلو، وبستعملها من اول ما اشتغلت. حطينا طبعا في اول طبقة معانا عشان خاطر التورته دي هتبقى من بره كريمة الوان، هتبقى سبونج بوب. فلازم قصدي هتبقى سبايدر مان معلش، فلازم تبقى من جوه حشوات. بتحطي بقى الحشوات اللي انت عايزاها. يعني انا حطيت تحت جناش شوكولاتة، وحطيت جيلو مانجا، وحطيت بشر شوكولاتة. يعني لما بيبقى عندي شوكولات شيبس بحط، ما عنديش بقوم بشرة شوكولاتة واحطها بدل الشوكولات شيبس. وحط الحشوات اللي انت عايزاها زي ما الناس تطلب منك. بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين بتطلع عالية وحلوة. نقعد كده بالكام يوم ما بنشتغلش، يعني بتيجي ايام كده بالذات مثلا في نص الاسبوع. الايام اللي في نص الاسبوع دي بيبقى الشغل فيها قليل شوية، وبنشتغل يوم الاربع والخميس والجمعة والسبت. يعني برضو مش دايما، يعني اليومين دول بصراحة الدنيا واقفة شوية. بس الحمد لله برضو في شغل، مش مفيش نقول الحمد لله. واول ما ننزل عروض تبص تلاقي جنب العروض كمان الناس بتطلب اوردرات. ربنا يا رب يوسع رزقنا جميعا يا رب.
بظبط كده لو في زيادات مثلا بشيلها، واظبط كده عشان خاطر ما تاخدش كريمة كتير، واعرف اجلس التورته بتاعتي. بشتغل كده بالسباتولا بتاعتي اللي هي الصغيره، وبعد كده باجي اظبط التورته بتاعتي من فوق، بظبط بالسباتولا اللي هي السمرة ام ايد طويله شويه دي. طبعا حسب ما انتي واخده على الشغل، وحسب ما انتي تحبي تشتغلي. هجيب هنا، طبعا مش هعمل بالسكرابر المشرشر، هعمل بالسكرابر اللي هو العادي ده. اسوي كده التورته بتاعتي من فوق، اسويها كويس كده. بتجيبي من بره لجوه، بتسحبي كده من بره لجوه. حاولي كده ما تاخديش كتير من التورته من النص، عشان ما تبقاش مجوفه يعني. وتظبطي ايدك برضو، ما تخليهاش تبقى عاليه من النص، حاولي كده تظبطي ايدك. وبعد كده ما بساوي التورته بتاعتي. وانا بصراحه يعني الحركه دي ما بعملهاش غير لما بيكون عندي زحمه شغل. يعني انا لو ما عنديش زحمه شغل بجيب كريمه بيضه، واحط عليها نقطه اللي هي النقطه اللبني ديت، واضربها واقوم عامله بيها التورته بتاعتي. لكن بصراحه ما بيبقى في زحمه شغل، بقوم جايبه اللون كده وانقط كده كام نقطه. المهم بس ما تزوديش، يعني حاجه بسيطه خالص. وانقط كده على التورته بتاعتي، سيان بقى اي لون انت هتشتغلي بيه. واعمل كده بالسباتولا بتاعتي الصغيره دي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه برضو ما تزوديش اللون بتاعك، نقط بسيطه خالص كده. حاولي تتحكمي في ايدك عشان ما يبقاش اللون تقيل قوي ويمرر كمان التورته. وارجع تاني اعيد بالسكرابر بتاعي، واعيد فوق كده. وعملت كده بالسباتولا الطويله. وبس كده ابقى خلصت التورته بتاعتي، واحطها في التلاجة واكمل بقيه الشغل بتاعي. وكان برضو يومها او بعدها مطلوب نفس برضو هي تورتة العرض، بس كانت عايزاها الوان. كانت عايزة واحدة فوشيا وواحدة موف، برضو نقطت كده زي ما انتوا شفتوا. وكان شكلها تحفة بصراحة. يعني انا منزلة كل الشغل ده على الجروب. شكلها كان حلو قوي. هنا بقى اللي هي دي بقى تورتة العرض اللي انا بطلعها، بتبقى نص جناش، نص جناش ونص التاني نوتيلا بيضة، او نص نوتيلا بني والنص نوتيلا بيضة. واحزم كده التورته بتاعتي من فوق، واقوم قسمها من النص. اعمل روزتات كده في نص التورته بتاعتي. بصراحه كان شكلها حلو قوي. اهم حاجه ان انتي تصوري الشغل بتاعك صور كويسه، يعني تكون جودتها كويسه، وتنزليها على الجروب، عشان خاطر ده اهم عامل في الشغل بتاعك. ان انتي تصوري الشغل صور كويسه، عشان يعني يلفت نظر الناس. وبرضو تكون ايديكي متظبطه في الشغل، في الروزتات، في التجليس. بحيث يا حبيبه قلبي ان انت لسه لو ايدك ما اتظبطتش، فاستني شويه عبال ما تظبطي ايدك. ما تشتغليش ترط. ممكن تشتغلي جاتوهات مثلا، او تشتغلي كبات او طواجن لحد ما ايديكي تتظبط في الكريمه، وبعد كده تشتغلي ترط، عشان لما تصوري الشغل بتاعك يكون الصورة شكلها حلو. هو انا لما بنزل التورته بتاعه العرض دي، طبعا ما بيبقاش مكتوب عليها حاجة. بس كان في حد طالب ان انا اكتب عليها يعني. عادي، مفيش مشكلة خالص، كتبت عليها. وكان شكلها حلو زي ما انتوا شايفين. انا كتبت على النوتيلا البيضة بالجناش. والتزيين ده طبعا بتاعك انتي، بتحطي اللي انتي عايزاه. كل واحدة فينا وليها اسلوب في التزيين. كده خلاص التورته بتاعتي خلصت. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. وهنا التورته بتاعت اللي هي سبايدر مان، حزمتها كده من فوق بالكريمه البيضه. بصراحه كان شكلها حلو قوي.
وكنت طبعا قصة الورق بتاعي. انا بطلع التورته دي ب300 جنيه، اللي هي اصغر صينيه مستطيله. الورق ده عشان كان في حد سألني قبل كده، انتي بتنزليه من على بنترست، برنامج كده بتنزلي بنترست وتنزلي من عليه الصور على التليفون بتاعك، وبعد كده بتبعتيه لأي مطبعة يطبع لك الصور دي. الشيت تقريبا بيبقى ب20 ب25 حسب المكان اللي انتي موجودة فيه. كده خلاص. هجيب بقى اللي هو السبرينكل اللي عاملاها انا كده بالدست اللؤلؤي، لا سوري بالفضي، الدست الفضي، ورشيت كده على التورته بتاعتي، وكريسبي فضي برضو بقيت ارصه كده. شكلها كان تحفه، بسم الله ما شاء الله، والحمد لله عجبت صاحبتها جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا ولا تدروا. اهم حاجه يا حبيبه قلبي، صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، وقولي لي رايك في الشغل بتاع النهارده. ودي كده كانت اخر تورته معانا. التورته دي كانت في الصينيه الوسط، يعني التانية كانت في أصغر صينية مستطيلة، دي في الصينية الوسط. الصينية الوسط بطلعها ب350 جنيه. وطبعا كانت الزبونة صاحبة الأوردر كانت طالبة مني، يعني كانت بعتالي شكل تورتة عشان أعمل لها زيه. نصها نوتيلا بني، والنص التاني نوتيلا بيضة. طبعا لما الزبون بيبعتلك شكل تعمله زيه بيبقى أريح كتير بصراحة، وبتبقي عارفة انت هتعملي ايه. ده كده كان جناش شوكولاتة، يعني لما الجناش بيتقل بتقدري تشكلي منه تعملي روزيتات كده زي ما انت شايفة. ولو في الصيف يعني عادي تعمليه وتحطيه في التلاجة برضو هتعرفي تعملي الروزيتات دي. اهم حاجة يكون المقادير بتاعة الجناش اللي انت بتعمليها تكون مظبوطة، عشان خاطر ما يبقاش سايح، وتعرفي تعملي روزيتات زي كده. وعادي خالص انا اتطلب مني بعد كده تورته زي دي، فرحت عامله لها كريمه بني غامق وعملتها ومشي الحال يعني. مش شرط خالص لو الجناش مش هيظبط معاكي ويديكي الروزيتات دي، عادي خالص اعملي كريمه بني غامقه او كريمه سودا واعملي بيها الروزيتات لو الجناش مش بيظبط معاكي، عشان احيانا الجناش ما بيظبطش. عشان يعني ما تحتسيش ولا حاجة، اعملي كريمة سمرة او كريمة بني غامق، واعملي البتاع دي شكل، يعني بصراحة شكلها حلو قوي، ودت شكل للتورتة. وحطيت كده شوية كريسب كبير زي ما التورتة اللي هي كانت بعتها لي كانت تقريبا نفس الشكل ده، بس طبعا انا زودت شوية حاجات من عندي. مش عايزة اقول والله ان دي فعلا كان شكلها احلى، الحمد لله يعني. جبنا كده الكيس اللي هو بتاع السبوع ده، حطيت فيه جناش، ومشيت كده عليها كده خطوط كده زي ما انتوا شايفين، والناحية التانية على النوتيلا البيضة حطيت نوتيلا بني. وادي شكل التورتة بتاعتي. هنحزمها بس من تحت ويبقى كده خلصت. حزمتها بالكريمة البيضة عادي، يعني هي اللي فوق ده خد كمية جناش كويسة يعني خد حبة جناش حلوين. وكده خلاص خلصنا. كان يوم كله شغل الحمد لله، وده كانت اوردراتنا النهارده. قولوا لي رايكم في الكومنتات. مع الف سلامه حبايب قلبي.